اهلا وسهلا بكل حبايبنا وكل سنه وانتم طيبين وبخير. امبارح عملنا مع بعض الكحك وبسكوت النشادر. انا طبعا عملته ورحت سويته في الفرن، كلنا بنعمل كده، اللي بتسوي في البيت وعندها مكان يا رب ايه خير وبركه عليها. انا خدت السجاطه انا والعيال على دماغنا ورحنا سويناها في الفرن وجبته لكم عشان تشوفوه اهو. ده الكحك اللي احنا عملناه امبارح هو والبسكوت. لو انت عاوزه تصغريها شويه تخليها منمنمه حبتين اللي تحبيه. بالنسبه بقى للنهارده كمان هنعمل حاجات حلوه كتير قوي. النهارده ان شاء الله هنعمل الغريبه وهنعمل البيديفور. النهارده معانا بقى جارتنا وحبيبتنا الست ام بطه، هي النهارده اللي جايه تعمل معانا البيديفور. عرفي بقى نفسك يا اختي لكل حبايبنا. ام بطه معاكم، اهلا وسهلا بيكم، اهلا بالقاهره والناس واصدقاء البرنامج وكل الكاست الجميل دوت، وكل سنه وانتم طيبين. ومعانا بقى اختها القمر دي بقى يا اختي ساكته كده من الاول. عرفي بقى كده نفسك للناس، انت وشك سمح وزي القمر. انا اخت ام بطه وطالعه في القاهره والناس، وكل سنه وانتم طيبين. عامل لكم الكحك والبيديفور النهارده ان شاء الله. النهارده هنبتدي بقى نعمل البيديفور ونعمل الغريبه. مقاديرنا سهله خالص. قولي انت بقى، ابتدي انت بالبيديفور الاول يا ام بطه كده عشان ايه نقول الحاجه مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيلو دقيق عليه 7 بيضات، عليه نص كيلو سكر بودره، نص كيلو زبده صفراء، عليه كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا، وهنعمله مع بعض وهو سهل ان شاء الله وبسيط. طب نقول المقادير مره كمان. المقادير مره كمان. كيلو دقيق عليه 7 بيضات، عليه نص كيلو سكر بودره، عليه ورقه فانيليا، ورقه بيكنج باودر، نص كيلو زبده. زي الفل. قولي بقى هتبداي تعمليه ازاي؟ هحط الاول الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. الزبده ما تكونش سايحه يعني؟ لا، تكون في حراره الغرفه كويسه قوي. هندعكها حلوه قوي. هنشمر بقى. اللي عندها مضرب من بتاع البيض ممكن تعمله؟ لا لا لا، بصي الغريبه يا غاليه والبيتيفور لازم تدعكيهم بايديكي انت، مش هينفع معاكي المضرب ابدا. لازم ايديكي تملك العجينه كويس وتعملها كويس عشان تطلع العجينه حلوه في ايديكي. طبعا احنا هنمسك الزبده هندعكها قوي قوي كده قوي في قلب الطبق، وهنحط عليها السكر البودره. السكر البودره طبعا هينعمها اكتر وهيخليها تسيح معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. يعني ندعك السكر والزبده الاول مع بعض؟ ايوه. اه كل ما تدعكي كويس كل ما العجينه تطلع معاكي كويسه، وكل ما الحاجه تطلع معاكي حلوه. طبعا انت كل حاجه بتطلع معاكي حلوه يا غاليه يا اختي. ده لا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وكل قصه البرنامج طيبه، وانت يا غاليه يا ماليه الدنيا علينا، وانت يا غاليه جوه علينا. ربنا يخلي لي جيراني وحبايبي يا رب. يا رب يسلم لسانك الحلو وكل جيراني وحبايبي يا رب. والكاست الجميل بتاعك دوت، وقناه القاهره والناس دايما منوره بيكي وبكل الحلوين اللي زيك، وانت لسانك جميل ومحبه فيك الدنيا كلها. وانت بقى بتضربي الزبده بقى، قولي لي المقادير تاني. اقول لك عشان مطلوب ان احنا نقول المقادير تاني بتاع دلوقتي. انا حطيت نص كيلو زبده صفراء، عليه نص كيلو سكر مطحون، وهدوبه لغايه لما يدوب خالص السكر خالص خالص واحس ان هو داب. هنزل عليهم هحط الفانيليا على البيض عشان تمنع زفاره البيض. وهنزل البيض واحده واحده وبردك هضربه، ودينا مع بعض ونشوف ان شاء الله. طب يا رب ان شاء الله يطلع كده، ان شاء الله يطلع من ايدك حلو ان شاء الله. عيد عليكم سعيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. انت عاوز ايه؟ هنحط البيض واحده واحده. كحك وبسكويت وهنضربها. حاضر. هنعجن دلوقتي يا اخويا نديك تعمل كحك وبسكويت. وانا كمان. الله عليكي. انت عارفه بقى، انا هقول لك مثل. تعرفي ان الزبده ما تطلعش غير بالخض؟ عارفه انت معنى المثل ده؟ الله عليك يا غاليه وعلى امثالك. انت بتقولي امثال اول مره اسمعها، بس انا عندي فكره عن المثل ده، سمعته زمان. يعني سمعته المثل ده مثل قديم قوي. الزبده ما بتطلعش الا بالخض. احنا يعني كل حاجه تتعبي فيها تطلع حلوه. طبعا. بصي طالما اديتي الحاجه مجهودها وتعبتي فيها لازم تطلع كويسه. دلوقتي احنا حطينا البيض على السكر وعلى السمنه. الحمد لله يا اختي ان انت بتشتغلي بايدك زي غاليه. لا بايديا طبعا. يعني انت بتشتغلي في بيتك بالجوانتي.
بتشتغلي بايديكي. بايدينا على طول. طيب لا، فما تقوليش بقى البس جوانتي وكده، لا 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 لا، خليكي على الطبيعه. اغسلي ايدك، ايدك دي اضمن ايدك حاجه، انت عارفة انضف إن هي من اي موجودة. حاجه، انضف من الكيس اللي بتلبسيه في ايديكي. اه بسم الله عليكي. هنفضل نضرب كده، نضرب. كل ما بتضربي كل ما السكر بيدوب والبيض كمان، وبيديكي تيست عالي، وبتديكي حاجه كويسه طبعا، احسن من اي انا بقى يا مره. اختي هعمل غريبه. وريني. انت عارفه بقى بيقولوا الغريبه يا ناعمه يا غريبه، زي اختك الحلوه اللي قاعده جنبك دي. منى بقى النهارده هتساعدني في البيتي فور، وهنعمله مع بعض. اه عاوز تروح فين؟ عاوز يروح يعمل كحك وبسكويت. هو كل همه يجي يعمل كحك وبسكويت. يا هنبدا أستاذ نضرب في أحمد. العجينه كده. استاذ احمد. الو، اهلا وسهلا استاذ احمد. انا ست غالية، عامله ايه؟ تمام، ازيك يا احمد، اخبارك؟ ازاي حضرتك؟ انا احمد كنت معاكي. ما انت لازم تكلمنا عشان انت طبعا اكيد انت بقى بتموت في الطبخ، فلازم كمان تعمل كحك وبسكويت. طبعا انا شفتك امبارح بتبصي، امبارح الحلقه كانت فظيعه. شفت انت بقى الكحك والبسكوت اللي عملناه امبارح؟ اديني سويته في الفرن وجبته لك عشان تتفرج عليه، ما رضيتش انا احط عليه عملته على سكر ولا طول. حاجه. انا لسه انا عملته على طول. وطلع معاك حلو كده ونعمه، والكحكه كده مفتحه وحلوه. بالظبط والله، كان طلع تحفه يا غاليه، وحياة ربنا طلع حلو جدا. الف هنا وشوف على قلبك. اقعد انت بقى اصلا اتفرج بقى بجد. النهارده. اتفرج النهارده، انت مبطه اشطر من غاليه، هتعمل النهارده بديفور مفيش منه. انت اصلا ما بتعمليش حاجه وحشه، ربنا ولا انت يخليك ولا محل انت. ايامك. ولا انت ولا تبقي بتعملي حاجه وحشه الصراحه. ربنا يخليك يا احمد، والف هنا وشوف على قلبك. ربنا يخليك يا ست غاليه. شرفتنا النهارده. سلام على حضرتك. الله يخليك، تسلم تسلم يا قمر. كل سنه وانت طيب. كده احنا خلاص توهنا البيض في قلب الزبده وكله كده. اشرحي وانت بتعملي عشان كل اللي شايفنا ياخد الوصفه منك مظبوط. كده حطينا قلنا السكر ومعاها الزبده، وضربناها كويس قوي 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 لغايه لما السكر داب. وبعد كده حطينا الفانيليا على البيض عشان ريحه البيض. وبعدين نزلنا البيض واحده واحده، وادينا بنضرب فيها لغايه ما هتبقى ايه معاكي كله لونها. يطوف في بعضه. وبعدين نحط البيكنج باودر على الدقيق. يعني تلتيها كده قد ايه؟ يعني بتاع حوالي 5 دقائق 10 دقائق، حسب العجينه معاكي. انت ايديكي زي ما بيقولوا ايديكي من ايه، بتحسي بكل حاجه. هتحسي ان العجينه كويسه معاكي، وهتنزلي عليها الدقيق وهتلف معاكي، وهتعرفي ان انت حاجتك بقت كويسه في ايديكي. يعني انت معتمده على الاحساس. ايوه طبعا. هو في احسن من الاحساس؟ وانت يا غاليه ملكه الاحساس. ربنا يخليك يا اختي، ده ايد الشاطره ميزان، برافو عليك. انا مش هعمل حاجه في الغريبه بتاعتي غير لما انت تخلصي، عشان كل اللي يشوفنا ياخد الوصفه بالظبط من كل حاجه مظبوطه. انا بضرب كده كويس قوي 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 عشان ادوب السكر، ما اخليش. اشوفك ودين دلوقتي. شفتي في التلفزيون دلوقتي؟ يا اختي تعالي تعالي بص في الكاميرا كده اهو. انت جاي النهارده تعمل ايه مع غاليه؟ ها؟ كحك بسكويت. تعمل كحك وبسكويت؟ وايه تاني؟ وهتغني؟ هتغني تقول ايه؟ حلاوه الاكله الشعبيه ولا تقول ايه؟ أكلة شعبية. طب غنيها كده. شعبية. يا اختي عليها هترد الرحمه مغذيه. خلاص يا يا غاليه، عليها عسل. اقعد يلا عشان نعجن. خلاص يا غاليه، احنا كده ضربنا البيض كويس قوي مع حطيت السكر. البيكنج باودر على حطيت البيكنج باودر مع الدقيق، وهنزل واحده واحده، مش هحط كله، وهدعك. يعني ما نحطش الدقيق مره واحده. لا، نزليها واحده واحده، ان ممكن في دقيق بيشرب سمنه كتير، وفي دقيق زي ما بيقولوا بينكر السمنه. فايدك هتبقى بردك معاكي، تحس بالعجينه انها بقت كويسه، وهتمشي في المكنه كويسه، وهتطلع لك احلى بيتي فور. يعني ممكن المقادير دي ما تاخدش كيلو الدقيق كله؟ لا، وممكن تاخد كيلو وي. انا بقول لك مش كل انواع الدقيق انواع. في دقيق بينكر السمنه، ودقيق ما يبقاش بينكر السمنه. يعني زي ما قلنا امبارح في الكحك، ممكن السبب ان الكحكه تطلع معاكي ناشفه الدقيق، وممكن الدقيق. لو طلعت دايبه الدقيق. فلازم لما نجيب دقيق نجيب دقيق درجه 1، اللي هو بتاع المعجنات.
اه ما نجيبش اي دقيق مش الدقيق بتاع الخبيز ولا اي لا حاجه، لا هو لا. بتاع المعجنات. لا دي رقم واحد بتاع المعجنات. آه. مش اي دقيقه تعملي بيها غاليه، بالذات في الكحك والبسكويت. بالذات في الكحك والبسكويت، هي الحاجات الحساسه اللي بتشوفوها الغريبه الكلام ده. اه وسعره برضه زي التاني. هو نفس السعر. بس بتبقى دي ده نوع وده نوع. تمام. وكل سنه وانتم طيبين. استاذه وفاء. الو. وفاء. نعم. استاذه وفاء. الو. اهلا بيكي يا استاذه وفاء، كل سنه وانت طيبه. ازيك؟ تسلمي. ازيك؟ انا سامع حضرتك النهارده بنعمل بقى فيديو فور وغريبه، والنهارده يومنا كله نواعم. اتفضلي سامع حضرتك. ازيك يا ست غالي؟ الحمد لله بخير. شفتي النهارده معانا جيراننا وحبايبنا هيعملوا لنا الفيديو فور بقى ايه ظبط زي المسطره. حلوين قوي. انا مش عارفه انت هتاكلهم امتى دولت. هناكلهم امتى دولت؟ هناكلهم بعد ما نسويهم، لو عاوزه تدوقي خدي من اللي استوى. والله انت جوعتيني، شكلي هتفطر النهارده مش عارفه ليه. ده احنا بصي احنا هنعمل وندي حبايبنا. شوفي بقى كده يا غاليه. وريني بقى انا عاوز العجينه. حبه دقيق تاني. هتعوزي دقيق تاني؟ حبه كمان عشان طب الم بصي يا العجينه. قدامك هنا هتلاقي فيه دقيق، او بصي البرطمان اللي هناك ده، قومي انت هاتي شايفه البرطمان البغطا بنفسجي ده فيه دقيق، يعني كده العجينه في ايدك خدت الكيلو وهتعوز كمان شويه. اهو هنا برطمان بنفسجي اهو. لا مش ده. ده؟ مش ده، ده. ايوه شاطر. شفتي بقى اللي كلمتنا ده تقول يا اختي انت هتاكلوا الكحك ده كله؟ ما تعرفش ان الكحك ده الطبق داير من عند ام محمد لعند ام حسين. أيوة لعند طبعاً. ام احمد لعند ام علي. كل سنه وانتم طيبين، وهو ده العيد ان انت بتدي حبايبك وبتدي جيرانك وبتفرحي جيرانك معاكي، مش انت بس اللي بتفرحي لوحدك، لا هو ده العيد، هي دي المحبه. انت بقى يا منى الطبق عندك برضو داير زي حالتنا كده؟ ايوه. وتفضلي كده بقى تدي كده؟ ايوه ها؟ اكيد، لسه عاملينه من يومين. انا لسه ما المثل لسه بصي انا كنت لسه على طرف لساني هقول لك مثل، يعني المثل يقول لك ايه؟ انطب لك اكلك كله. الله يخليكي. تعرفي معناه؟ لا، اول مره اسمعه. يعني لو عيشتك كويسه افرحي وتهني. انت اكلتك حلوه وكلامك كله حلو يا غاليه. يعني ولا تفكري ولا اي حاجه ولا محتاجه. انت كلامك كله كلي على طول. حلوه. لو عيشتك حلوه تهني بيها على طول. دايما يا يا رب. غاليه انت عسل، والناس كلها بتحبك وبتحب اسلوبك وبتحب امثالك وبتحب عارفه يا حكاياتك. مبطه لو كحكه واحده بس كده حسيتي ان هي حلوه كليها كلها طبعا. ولو عيشتك حسيتي ان انت راضيه ومبسوطه وعيشتك حلوه عيشي وافرحي واتبسطي وما تخليش اي حاجه تعكنن عليك. قولي يا الحمد رب. لله. محبه الناس ده كنوز يا غاليه. يا اختي الله يحل ريقك وينور طريقك. خلصت انت كده؟ خلاص انا بلم العجينه بقى خلاص كده. لازم تبقى ملمومه. عشان تقدر تمشي في المكنه كويس. طب دول كده خدوا دقيق كده بالظبط نقدر نقول قد ايه؟ كيلو وربع؟ كيلو وربع. كيلو وربع دقيق. دول خدوا كده كيلو وربع. كده الدقيق ده بيشرب سمنه. يعني المهم كده امسكي العجينه كده في ايدك. طالما انت ايديكي بتطبع كده في العجينه. بصي يا غاليه العجينه ما تبقاش مشبطه. بصي يا غاليه امسكي كده. عايزه حبه. اللهم صل على النبي، دي زي الفل ومش مشبطه في ايديكي ولا حاجه ابدا. وهتمشي في المكنه كويس. وهتعمل النقشه الحلوه. وهنجرب دلوقتي. صلاة النبي على ايديكي زي الفل. لا هي كويسه. ومنى بقى هتساعدني النهارده في الكحك ده. على فكره انا لسه عاملاه امبارح عند ماما، وبقول لها يا ماما كل سنه وانت طيبه، وعامله لك النهارده بيتي فور اهو. يا اختي انا نفسي كل اللي يشوفنا دلوقتي يجي ياخد من العجين ده ويحط ايده فيه كده ويجي يدوق. خد يا واد حته هدا بدي فور اعجنها. تعرف تعجنها كده؟ خد يا اخويا اعجن كده بايدك الحلوه. يلا اعجن كده. انا بسلم على قرص البرنامج كلها. يا علي. وبسلم على يلا يا علي اعجن. حاج عصمت، ماما ساميه، كل اصدقاء البرنامج وكل حبايبنا، وكل سنه وانتم طيبين ودايما متجمعين مع غاليه على القاهره والنيس. ربنا يخليك. شفتي علي بيعجن بايديه اهو. بصي بيبرم بصي. سويتي ايه؟ علي ده بقى هيغني لك النهارده اغنيه على اسمك. ماشي؟ ها؟ اغني لك اغنيه على اسمك واحنا بنعمل الكحك. ماشي يا عم علي. انا حتى كمان. عاوز حته كمان؟ خد حته كمان وهدي. عندك عيال يا منى؟
عندي خالد عنده 9 سنين، ومحمد عنده 7 سنين، وجايني 3 سنين. اللهم صل على النبي. هبقى يا اختي كنت ليش جبتيهم معاكي النهارده؟ المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كده خلصنا العجينه بتاعت البيدي فور، هنلمها وخلاص هناخد فاصل ونرجع بقى نقطع بالمكنه وانا اعمل الغريبه بتاعتي. فاصل وهنرجع لكم. رجعنا تاني بعد الفاصل وخلاص كده مبطه بدات ان هي تشتغل بقى في البودي فور بتاعها. انا بقى هعمل الغريبه مقاديرها سهله قوي. هتحطي كيلو دقيق، نص كيلو سمنه، ربع كيلو سكر بودره، لان السكر الكتير يسيحها. خدي بالك من الموضوع ده، سكر كتير لازم بالميزان او بالكوبايه لو هتوزني بالميزان. الحاجات دي لو حاجه ناقصه فيها او حاجه زايده تبوظ، النواعم بالذات. فانت ممكن توزني عند العطار اللي بتشتري منه كل حاجه العيد او من الفرن، توزني من عنده كل حاجه، تقولي انا عاوزه اوزن مقادير الغريبه على الكيلو، توزني كل حاجه بالميزان عشان ما فيش حاجه تطلع منك بايظه عشان خساره. هنحط نص كيلو سمنه، لازم زبده. البيدي فور والغريبه زبده، ما ينفعش سمنه سايحه. السمنه فيهم تخليهم ينزلوا مخرزين، لازم زبده. نفس الطريقه بتاعت البيدي فور، لازم ندعك الزبده. شاطر. ندعك الزبده والسكر مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عندها عجان او اللي عندها حاجات بالكهرباء تعجن بيها، اللي ما عندهاش تعمل زينا كده. اغسلي ايدك كويس ونشفيها وامسكيها بايديكي كده، ادعكيها دعكه جامده. لازم السكر والزبده يبقوا زي الكريمه، زي الكريمه بالظبط. حاضر. اول ما اعجن يا علي هديك. انت عاوز تعمل العجينه ايه؟ عجينة نعملها كده. تعملها ايه؟ نعملها كده. تعملها كده؟ ماشي. خلي بس بالك معايا مبطه كده، عشان لو عملنا ايه غاليه سهى عليها ولا حاجه وحاجه غلط، يبقى انت برضه يا اختي خليكي معايا. ليه؟ انت استاذه يا غاليه، في ايه؟ ما هو الجار للجار بقى، خليكي في ظهري. ايوه طبعا، ربنا يخلينا لبعض. حاجه ادري يا ست غاليه، السلام عليكم. صباحو كحك، صباحو بسكويت، صباحو غريبه ناعمه. يا غريبه يا نعمه. يا نعمه يا غريبه يا بنت الناس الطيبه. نعم يا عم قدري. ايوه يا بطه، ازيك؟ كل سنه وانت طيب يا حاج قدري. عامله ايه يا بطه؟ ربنا يخليك. وحشنا والله. وازاي عربي، وازاي عز، وازاي ابراهيم، وازاي علاء، وازاي حبايبنا في ساتنك عاملين ايه؟ كلهم بيسلموا عليك يا عم قدري. وحشنا والله يا بطه، وحياة ربنا. ربنا ايه يخليك. يا ستي، هو ما كانش عيش وملح ولا ايه؟ ليه يا عم قدري؟ لا والله بقالي كتير ما شفتكمش وما بسمعش صوتكم. في حاجه ولا ايه؟ لا لا لا، احنا ما نقدرش نستغنى عن حبايبنا يا عم قدري. ازاي يا عربي عامل ايه، والنبي وابراهيم عاملين ايه؟ الحمد لله يا عم قدري. والله وحشنا وحياة ربنا يعني. وازاي مبروك لبطه، وعقبال ما تفرح باحفادها كده ان شاء الله. ربنا يخليك، هي معجبه يمن، ربنا يخليها لها يا رب. ربنا يخلي بقى. خلاص بقيتي جد بقى، مبروك يا بطه. بقيت تيتا خلاص يا عم قدري. ربنا يخليهم لك عقبال ما تفرحي باخواتك. ومعانا اخت ام بطه كمان اهي يا عم قدري. صباح الخير يا ست. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك؟ عامل ايه؟ طيبه. تمام الحمد لله. كل يا عم سنه ايه، وانت منوره طيب. الدنيا والله، وانت مبطه وغاليه والقاهره. تسلم يا حاج منورنا والله. انت وحشنا والله يا عم قدري قوي قوي. شايف حضرتك انا على الشاشه. كل سنه وحضرتك طيبه. طيب. بسم الله يا غاليه. عايز ابلغك بقى تحيات المعلم فضاله من ساعه مكه، وسمير ومحمد احمد وحسني عسام ومبطه، اصدقائنا اخواتنا كلهم بيبعتوا لك السلام يا بقى يا ست غاليه. تسلم يا حاج قدري، تسلم. الحاج حميد من العمرانيه ابو حسين برضه باعت لك السلام والله، بيكلمني بالتليفون. اصدقاء كتير قوي بيقابلوني يا غاليه بيسلموا عليكي. ربنا يخليك، تسلم وتعيش. الاستاذ محمد رجب قرقر بيسلم عليكي راخر. ناس كتير قوي بعت لك السلام وبيحبوا البرنامج والله يا ست غاليه. سلامي لكل حبايبك يا حاج، سلامنا لكل حبايبك. كلهم بيبعتوا لك التحيه وبيبعتوا لاسره البرنامج وكل العمرانيه وساعه مكه وكل الناس اللي بيشوفوني بيبعتوا لكم السلام كلكم، وبقول لكم مزيد من نجاح، وانتوا اسعدتونا في شهر رمضان بجد والله. ربنا يخليك يا حاج قدري، تسلم. كل سنه وانتم طيبين، وربنا ما يقطع لكم عاده يا رب، ودايما منورينا في القاهره والناس. سلامنا لكل اصحابك وجيرانك. وانت طيب يا عم الله قدري. يسلمك. كلهم بيسلموا عليكي وربنا يوفقكم، وكل سنه وانتم طيبين يا ست وانت غالية. طيب وبخير، تسلم. شرفتنا. هنرجع بقى. بصوا، لازم السكر والزبده يبقوا كريمه كده، كانها زي الكريمه اهي. لازم
لازم تبقى كريمه. وبعد كده هننزل بالدقيق. هنحط سنه فانيليا صغيره، ومعانا الدقيق. الدقيق برضو لازم تنزلي معاه سنه 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 وتعجني، سنه وتعجني، حبه وتعجني، تنزلي كده حفنه حفنه، لسببين. اول سبب زي ما بطه ما قالت، عشان خاطر تلمسي العجين وتشوفي محتاج ولا لا. تاني حاجه عشان لما ينزلش العجين كله مره واحده يلكم السمنه. يلكم السمنه يعني ينزل عليها يكتمها اهو. بصي يا غاليه، احنا عملنا اول صاج صغنن كده، وبعد كده هنحط شويه كاكاو على نص العجينه عشان نعمل حبه بالشوكولاته وحبه ابيض. الله. عشان لما نيجي يستووا نمسك واحده شوكولاته واحده بيضه ونلزقهم بالمربى ونعملهم بالشوكولاته. طب انت المكنه اللي في ايدك دي موجوده عند كل الناس، ولا ممكن نعمل اللي ما عندهاش مكنه تعمل ايه بقى؟ اللي ما عندهاش مكنه زي دي هتجيب قمع زي كده وهتحط فيه كيس وهتحطي فيه العجينه وهتشكلها كمان احلى من دي. يعني لو ما فيش مكنه برضه نعمل بيفور. هنتصرف يا غاليه. مش هنغلب يعني، كلها حاجات بسيطه. طب ما تعملي لنا حبه بالقمع برضه صاج كده، ولا صاجين بالقمع؟ وهنعمل بالشوكولاته وكل حاجه. خدي يا منى. طيب عبال انا ما مليت دي والمها. خدي يا منى اعملي حبه بالقمع كده، وانا هعمل حبه بالشوكولاته. يا اختي كل جيراننا وحبايبنا بييجوا يعملوا معانا كل حاجه حلوه. هي الحاجه دي بتعوز اللمه. انا لسه عامله كحك امبارح عند ماما، وكانت كل اخواتي وكل جيراننا وكل حبايبنا وقاعدين فرحه العيد، فرحانين ان في عيد جايه علينا ومستنيين العيد، وكل سنه وانتم طيبين. انا عاوزه منى بس هي اللي تشتغل بقى النهارده كده بالكيس، ولا انها قاعده ساكته كده بتتفرج على غاليه. عينيا. يلا يا منى وري الغاليه بقى كده. اللمه حلوه والعيد حلو وايام سعيده عليكم وعلينا وعلى كل الناس وعلى كل حبايب غاليه واصدقاء غاليه، والناس كلها بتحبك قوي يا غاليه. الحمد لله، وانا يعني بحب كل الناس وبحب جيراني. انت عامله ضجه على الفيس يا اختي. وبعدين في دلوقتي الكل بيقلدك يا غاليه، كله بيجيب طبليات دلوقتي وبيقعد زيك. انت عملتي ايه في الناس؟ انا ما عملتش حاجه يا اختي، انا قاعده مكاني ساعه واحده لقيت واحده. انت حببتي الناس فيكي بلسانك وباسلوبك وبطبعك، ولا امثالك ولا حكاياتك. بصي انا بتمنى الخير لكل الناس، بتمنى الخير لجاره، ربنا يديله زيه واكتر واحسن شويه. اكيد طبعا. بتمني الخير لغيرك، وكل اللي يحب جاره يلقاه في داره. اكيد. واللي يعمل الخير في جاره يلقاه في داره. اكيد طبعا يا غاليه. كل سنه وانتم طيبين ودايما متجمعين في الحب، دايما منصورين. والقاهره والناس عندنا والحب هو سلاحنا وحبنا. يلا يا غاليه ورينا حكاياتك، يلا يا غاليه ورينا امثالك. كل سنه وانتم طيبين. عم عصمت زمانه فرحان بيكي، عم قدري عمال بيتصل بيكي، احمد خضره هيتجنن عليكي، محمد عبد الله فرحان بيكي، ولا عتاب قاعده بتبص عليكي. كلت وداني عتاب. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. اهو القمع اهو، الاشكال اللي هي بالقمع اهيت يا غاليه. انت عارفه بقى، انت قلتي كل الاستاف بتاع البرنامج. في حد بقى ست بحبها قوي من قلبي، بقول لها كل سنه وانت طيبه، وهي السبب ان البرنامج طلع دلوقتي والناس كلها شافته، الاستاذه اميمه. بقول لها كل سنه وانت طيبه وبخير وسعاده، وان شاء الله دايما كده تبقي بصحه وعافيه، وهبعت لك من الكحك ده عشان تضيقي، بس ما تقوليليش انا عامله دايت. مفيش دايت في العيد، خلاص احنا عملنا دايت. والله تعبناها معانا قوي قوي يعني. كل سنه وهي طيبه، ودايما القناه فرحانه بيها كده ومنوره باهلها. يعني انا تعبتها قوي بزيطتي وهستي وناسي والعيال. معلش يا استاذه اميمه سامحينا بقى. كل سنه وهي طيبه. كده العجينه اهي بتبقى ملمومه وحلوه وزي الفل اهي. ممكن بقى لو ما تلمتش معاكي وبقت ناعمه وحساها بايدك كده، وجيتي تكوريها مثلا كده، فركت منك وما تلمتش، اديها بياض بيضه. لو فركت منك وما لمتش اديها بياض بيضه. لمت وبقت حلوه وطبعت في ايديكي كده وما علمتش وبقت تمام زي الفل، طبقيها على كده. بس اعجنيها ولميها وغطيها بكيس لمده نص ساعه على الاقل، تريح وتطبع في بعضيها وتطلع منك زي الفل، تطلع حلوه قوي اهي.
ما عندكيش قوم يا بطه. احنا عملنا دلوقتي حطينا حبه كاكاو على عجينه عشان تبقى بالشوكولاته. هنعمل حبه كده وحبه كده عشان لما نيجي نلزقهم في بعض بالمربى يبقى واحده بيضه وواحده بالشوكولاته زي الفل. احنا بقى هنعمل حاجه كمان كويسه. انا عاوزه بس ايه، هاتي لي يا نعمه صاج كبير. يلا يا منى ورينا كده بقى القمع اللي انت بتعملي بيه بالحاجات الحلوه ديت. الله اكبر. هاتي يا نعمه. تسلم ايدك. هنطلع فاصل ونرجع نكور الغريبه. والوقت ادي عجينه الغريبه اهي، بتبقى ملمومه وماسكه وحلوه اهي ومفتحه. بصوا العجينه من جوه عامله ازاي. لو مطت منك باظت، يعني وانت بتقطعيها كده شدت ولقيتيها ما بتتقطعش تبقى باظت. لازم تبقى مفتحه بالطريقه دي وملمومه. وهي المقادير بتاعتها سكر ودقيق وسمنه وفانيليا بس، وبياض بيضه لو العجينه ما لمتش معاكي. لو العجينه لمت وبقت حلوه وملمومه ومطبعه وانت بتكوريها كده اهي، ما فرفطتش في ايدك ولقيتيها ملمومه وحلوه، ما تحطيش بياض البيضه. يعني بياض البيضه ده عند اللزوم لو العجينه فرفطت. يلا اعمل يا علي. والغريبه خد يا حبيبي. يعني الغريبه ما تخليهاش كبيره قوي لان السكر هيخليها تفرش شويه، فعلى قد ما تقدري يعني ايه خليها ايه حجمها حلو وما تبططيهاش، هي هتبرش لوحديها. ووسعي لها في الصاج عشان خاطر تبقى ايه، تبقى جنب اختها في براح، لما تتبط شويه او تسيح ما يلزقوش في بعض، يبقى الواحده بوحدتها. اقعد انا هديك. عاوز ايه زبيب؟ بصي يا غاليه ده حطيت شويه انت كاكاو. بتعمل ايه يا علي؟ بص اعمل غريبه. انا حطيت شويه كاكاو على البيتي فور عشان نعمل حبه بالشوكولاته. الله ينور عليكي. حبه كده وحبه كده. حطي بقى قدامك على الطبليه وحطينا حته بيضه وحته بالشوكولاته عشان تبقى الواحده فيها ايه، نص ونص. نص ونص. انا خدت واحده كبيره. ايه يا علي بتعمل ايه؟ انا خدت واحده كبيره. خدتي واحده كبيره؟ هتعمل ايه؟ دي اسمها غريبه. اسمها ايه؟ ايه؟ عايزه تحطي هنا كده خللبه. اسمها خللبه. كده. يلا بصي هاتي. تعالي معايا في اهي. الصاج. حطي كده. قولي لي بقى انت عملتي اللي بالشوكولاته دي ازاي؟ انا جبت حته بالكاكاو، دي. حطيت شويه كاكاو على حته عجينه. أيوة. وعملتها بالشوكولاته. وبعدين جبت قد حته ايه كاكاو؟ يعني انا دلوقتي عامله كيلو بودي فور، احط لو قسمت العجينه نصين حوالي 8 كيلو. نص كوبايه. يعني نص كوبايه نص من بتاعه كوباية. الشاي. ايوه ايوه كده. ولو بالمعلقه يبقوا كام معلقه؟ يبقى حوالي 6 معالق. 6 معالق كبير. 6 معالق. بصي بقى احنا عايزين نعمل ايه، واحده نصها ابيض ونصها بالشوكولاته. هنجيب الحتتين دول كده وهنعملهم كده وهندخلهم في قلب المكنه وهتطلع بالمنظر ده كده. يعني تجيبي حتتين وتعمليهم. يا اختي عليكي وعلى فنك، اسم الله عليكي يا استاذه اسماء. استاذه اسماء. ايوه اهلا بيكي يا اسماء. ازيك يا ست غاليه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا ست غاليه. ما جيتيش عملتي معانا الغريبه ليه وغنيتي قلتي يا ناعمه يا غريبه يا بنت الناس الطيبه؟ ان شاء الله يا ست غاليه، انا عايزه اجي معاكي في البرنامج. تعالي يا اختي تنوري وتشرفي. واقول لك كمان ايه، ازيك يا ست غاليه؟ بصي لو عاوزه تيجي الغاليه شعبيه. علي بيقول لك حلاوه الاكله الشعبيه. تسلم ايديك يا ست غاليه. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي ويسلم لي عمرك. شرفتينا يا قمر. بصي يا غاليه، بصي يا غاليه القلب طالع عامل ازاي. اللهم صل على النبي. تسلم ايدك تسلم ايدك. طالع نص شوكولاته ونص كريمه وبيبقى جميل قوي اما بيتعمل بالمربى والجوز الهند. الله دي يا اختي، ده قلوب المحبين كلهم جولنا بقى النهارده. ايوه طبعا الحب، وفي احسن من الحب؟ مفيش احسن من الحب بين الناس وبين الجيران وبين الصحاب وبين كل الناس. انت مره قلتي شعر على الحب،
قولي لي بقى حاجه كده على الحب منك وبتتكلمي. اقول لك حاجه على الحب. يا غاليه بيحبك الناس ووراكي الناس، والحب جمعنا في القاهره والناس، اللهم صل على النبي. ودايما متجمعين في الحب، دايما متجمعين، واهلك كلهم بيحبوكي وبيتمنوا انهم ينوروكي، وانت منوره القاهره والناس. الله يخليكي، ده منوره باهلها وانت النهارده اللي نورتينا. كل سنه وانتم ما طيبين. الكلام ده، انت قاعده تشعري في غاليه. كل سنه وانتم طيبين. بتعمل ايه؟ يا اختي ده غاليه دي، بصي ملهاش كده روح ولا حس غير بالناس الحلوه اللي بتجيلها وبحبايبها ومشاهدينها. لولا المشاهدين ولولا حبايبها وجيرانها ما بقت غاليه. انت يا غاليه منوره الدنيا كلها وبحكاياتك الجميله، ده انت الاطفال كلها هتتجنن عليكي يا غاليه. وبعدين يا ام بطه شايفه كل الناس اللي في الاستوديو دول كلهم تعبانين وشقيانين، يا اختي مش غاليه لوحدها. والله كلهم بص بيشتغلوا بالحب. وعشان انت حلوه ولسانك حلو وبتحبي الناس، كله متجمع حواليكي كده اهو، وكلهم بيحبوكي. عاوزاكي تعلمي بس الطريقه دي للقاء. ايه يا علي؟ بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ اقولها لمين؟ للقاء. لقاء. شايفه يا لقاء؟ بصي ادي حته بيضه. طب انت عارفه بقى الواد علي الغلباوي ده؟ وادي حته شوكولاته، وباخدهم كده وبعملهم كده، هي حاجه بسيطه يعني على قد الايد زي ما بيقولوا. يلا يا لقاء اتعلمي بقى، يلا عشان نعمل في قلب المكنه كده. اجيب ام بطه ونعمل لك الكحك والبسكويت بتاعت ليله الصباحيه. عينيا ليكي يا لقاء. ونحطه لك على الصواني كده ونزغرط ونقول النهارده صباحيه لقاء والكحك والبسكويت والفطره. اهي كده، واما هننزلها هتبقى نص القلب ابيض ونص شوكولاته. انت بتعمل ايه يا بيضه؟ هاتي صاج. بتعمل كحك وبسكويت؟ ومنى عملت بالقمع. بصي يا غاليه، غاليه منى عملت بالقمع. اهي الله حلوه. يعني انت لو ما عندكيش مكنه هتقدري تتصرفي. هتقدري تجيبي القمع، حتى لو ما عندكيش مكنه هتعملي اي حاجه هتتصرفي. والله لو هتعمليها بالشوكه هتطلع جميله وحلوه وهتزوقيها. الله عليكي، تسلم. انا اعملها كده حلو. يا اختي تسلم ايدين اللي عمل. تسلم تسلم. لقاء لقاء بتضحك ايه؟ شايفينها؟ هي دي اللي هعمل لها الكحك والبسكويت ليله الصباحيه اهي. بصي يا والواد لقاء، علي ده شغل شايفه دماغي القلب قوي. طالع نص ابيض ونص شوكولاته ازاي؟ عشان انا كبير. انت عاوز تعمل ايه؟ انا كبير عشان انا كبير. انت عاوز تعمل واحده كبيره عشان انت كبير؟ هتعمل ايه؟ هو ده اسمه ايه؟ كوكور. ايه؟ بقى غريبه. هي بادي. اسمها ايه؟ غريبه. اهو عمال يعمل اهو. اعمل يا علي. ده انا هغني لك يا علي، ده انت شاغل بالي النهارده. انت ما غنيتيش ليه يا غاليه لغايه دلوقتي؟ هغني دلوقتي. واحنا مش جايين عشان نغني؟ هنغني. هو الكحك يحلى غير بالغنى؟ طب يلا يا غاليه. طب اغني للواد علي الاول. غني لعلي الاول. ها؟ يا عم غني علي لك يا علي. النهارده انت واخد الكاميرا مننا يا عم علي. اي. يلا نغني. تردوا ورايا يا اولاد وانا بغني لعلي. ها؟ هاتي الطبله دي يا ام بطه، اما ارقع الاول ما اولي الواد. هاتي يا كوكو استنى. طب ناخد الاستاذ فضل من السودان، حبايبنا من السودان واخواتنا. استاذ فضل. الو، السلام عليكم غاليه. اهلا وسهلا اخواتنا وحبايبنا الكفوف البيضاء والقلوب البيضاء. كل سنه وحضرتك طيب. ومصر طيبه. انا طبعا فضل من السودان، انا طبعا درست في المنوفيه. اهلا وسهلا بيك. بحب مصر وكل شيء خير لمصر يعجبني والله. ربنا يخليك. وعجبني برنامجكم والله والحاجات الحلوه اللي بتقدموها دي. ربنا يخليك. ده ما فيش مصري ما بيحبش السودان وما فيش سوداني ما بيحبش مصر. وانتهز الفرصه دي واعيد على اخواني بمصر. اتفضل. اهني الاخ فرحات بشوشاي، والاخ احمد عبد الوهاب زيد بابراهيم منوفيه، والباش مهندس صلاح سيد بالوادي الجديد، بلاط قريه بلاط. كل سنه وهم طيبين وبخير. الله يبارك فيك يا زول. والاخ نبيل سلامه بقنبشه بركه الشاب، وكل الاخوه المصريين انا بحييهم اليوم.
تكرم لنا يا زول، الله يخليك، تكرم تكرم تكرم. تحيه ليك وتحيه للسودان، مع الف سلامه. يلا يلا انا هغني للواد علي ده. اغني لك ايه؟ اغني لك يا علي؟ غني أكلة شعبية. اغني لك الاكله الشعبيه؟ انا هغني لك على اسمك اغنيه، ماشي؟ ها؟ طب يلا يا هتغنوا معايا بقى مبطه بقى. يلا سيبوا اللي في ايديك عشان هنغني مع غاليه. يلا. علي عيلي ياللي ضرب الزميره، ياللي ضربها حربي، ياللي نطت في قلبي، ياللي قلبي رصاص، ياللي علي رقاص، ياللي علي عيلي ياللي ضرب الزميره، ياللي ضربها حربي، ياللي نطت في قلبي، يا حبيب قلبي يا علي. مبسوط؟ ها؟ يلا اعمل بقى الكحك، ماشي؟ وبعد كده هنغني الاكله الشعبيه، ماشي؟ يلا أنا خدت على كده بالفصل. يلا هناخد فاصل ونرجع. اهو ادي الغريبه اهي، بتعمليها ما تبططيهاش، هي لما هتخش النار هتبرش شويه، يعني هتهدى، هتفرش، هتبقى مفروشه كده شويه، فاعمليها صغننه وسيبي فرق ما بين واحده واختها. وانا حاطه زبيب، اللي عاوزه تحط حته لوز، تحط بندق، تحط اي حاجه عندها براحتها. لازم تسيبي لها مسافه عشان خاطر السكر بيخليها تفرش شويه، وما تبططيهاش بايديكي، هي هتتبطط، وسيبي لها مسافه كده عشان ما تلضمش في بعضيها. خلاص اهو. والمبطه هي كمان بدات تخلص، صلاه النبي احسن اهو. خلاص بدانا نخلص يا بطه. بطه. الو. ازيك يا بطه؟ بطه بنتك؟ بطه ايوه. يا شيخ. الو. طب كلمي امك بقى يا ست بطه، امك النهارده عامله لنا حاجات ما فيش منها. ازيك يا غالية، عاملة ايه؟ الحمد لله، مبروك مجالك يا بطه. الله يبارك فيكي، وحشاني والله. يا اختي يا رب كده تطلع شاطره زي ستها. ربنا يخليكي يا غالية، انت عاملة ايه؟ الحمد لله احنا بخير، وكل سنه وانت طيبه، ويدينا العمر السنه الجايه تجيبي بنتك بقى تعمل معانا الكحك. ان شاء الله ان شاء الله. ماما. ايوه يا بطه، عامله ايه؟ ايه يا حبيبتي، منورة اساسا انت وخالته. ربنا يخليكي جوزك يا توته. سلميلي على يمن. هي بتسلم عليكي كتير. نقول يا تيتا بتقولك تيجي تعملي معاها البيتي فور السنه الجايه ان شاء الله. هي مستنياكي بقى تيجي انت تعلميها لها. حاضر، عينيا ليمن. تسلمي يا حبيبتي. خالته. حبيبتي كل سنه وانت طيبه. وانت طيبة يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. يعود عليكي وعلى تيتا بخير يا رب. الله يخليكي ويخليها لنا كده ويطول في عمرها يا رب يا حبيبتي. امين يا رب. ماما عايزه اقول لك ان اصحابي كلهم بيسلموا عليكي، ونورهان بتسلم عليكي قوي. سلميلي عليهم كلهم وقولي لهم كل سنه وانتم طيبين، ودايما كده فرحانين بالقاهره والناس وبغاليه حبيبتنا وحبيبه الناس هم كلها. بيقولوا لك انت منوره الشاشه يا طنط. ربنا يخليكي يا بطه، وربنا يخلي اصحابك ودايما كده حبايبنا يا رب. امين يا رب، ومتجمعين في الفرح دايما يا رب. ان شاء الله. اللهم امين يا رب. كل سنه وانت طيبه. سلميلي على يمن يا بطه. حاضر ماشي. هي الف بتسلم سلامه يا عليك. بطاطا. مع السلامه يا غالي. مع اه يا السلامه. توته. انت عارفه اللي يشوف وشك يا ام بطه صلاه النبي ما اقولش عليكي جده، الله اكبر. الله اكبر يعني. لا جدا صلاه بقى. النبي عليكي. لا انا عجوزه يا غاليه، مين قال لك كده؟ انا كبيره قوي. تهيألك بس. تسلمي. بصي يا غاليه، المحبه حلوه. اللهم صل على النبي عليك. بصي اضحكي، في الفرح اضحكي، في الحزن اضحكي، اضحكي، محدش واخد منها حاجه، كلهم حبايبنا. واي حاجه بصي الكلمه الحلوه هتضحكك، والمعامله الحلوه هتضحكك، والدنيا الحلوه هتضحكك، ويا رب يجعل ايامكم كلها ضحك. يا رب يا رب يا رب يجعلها فرح يا رب يا رب. استاذه هدى. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا يا استاذه هدى. ايه الجمال ده يا ست غاليه؟ تسلمي، شويه غريبه يستاهلوا ايه بقى. الجو الفظيع اللي انت عاملاه ده؟ ومعانا ام بطه عامله لنا بوديفور وادي الغريبه تسلم ايديكي وعينيكي وكل يا حبايبنا. حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي.
لسه كنت بغني وبقول يا نعمه يا غريبه يا بنت الناس الطيبه. انا بقالي نص ساعه على التليفون. احنا سمعت اسفين. كله. لا اسفين، حقك علينا. لا ولا يهمك يا حبيبتي ولا يهمك. انا بس عايزه اعرف المكنه بتاعت البيتيفور دي. علشان انا عندي واحده بس بتطلع البيتيفور رفيع وبيتحرق. يبقى عيب مكنه بقى. ايه؟ احنا عملناه بالكيس كمان، انت ممكن تعملي بالكيس. لا انا عايزه المكنه، اعرف بس المكنه دي اسمها ايه ولا منين؟ دي المكنه بتتباع في اي سوبر ماركت. بصي اقول لك على حاجه، بصي يا ست الحبايب، دي موجوده عند اي حد في المحلات اللي بتبيع الحاجات ادوات المنزليه. ما هو مش كل المكن زي بعضه. انت عاوزه الماركه بتاع المكنه يعني؟ عاوزه ماركه المكنه؟ لا بلاش بقى، انا سيبي رقمك وانا اقول لك، لحسن الاستاذ طارق نور يخانقني يقول لي انت عملتي اعلان يا غاليه للمكنه. والله انا هخلي سيبي رقمك وانا اكلمك واقول لك. الله يخليكي، هتقولي لي يعني بجد؟ والله هقول لك من غير حلفان. ربنا يخليكي، انا سايبه رقمي في كنترول. ده انا مش هقول لك بس، ده انا هروح اجيب لك واحده اوصلها لك لحد باب البيت. ربنا يخليكي ويديكي الصحه يا رب. يعني انت يا اختي جيتي في جمل. ربنا يخليكي يا رب وما نتحرمش منك، وبصراحه احلى حاجه بتعمليها بجد. ربنا يخليكي، تسلمي. ربنا يديكي الصحه يا رب. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه وبخير. اهو الله عليك. العيد بيلم الحبايب وبيلم الاخوات وبيلم الجيران وبيلم كل. انا عاوزه اتكلم شويه، الواد علي كل مني الكاميرا وكل مني الجو وكل مني الناس. ما تقعد يا علي ده غنت لك، عايز ايه تاني؟ اهو يلا، وقعد يلت ويعجن معايا في الغريبه. انت بقى مش ده حفيدك يا غاليه؟ يا مدي كحك سكاوي. ده امه تبقى بنت اختي. طيب يعني يعتبر حفيدك. بس هو طالع ابيض شويه. يعني شوفي في فرق شويه. انا دايما ينسوني في الفرن. انت عسل يا غاليه، واستمر نص الجمال، وانت واخده الجمال كله. هو بقى جاي من ريحه البحراويه من المنصوره. المنصوره كده دايما تلاقي ناسها كده تفاح احمر. البيديفور بقى قولي لي يا ام بطه يتسوى ازاي؟ عشان بس اللي عاوزه تسويه تحطه على نار قد ايه؟ شكلها عامل ازاي؟ هتحطيه على اقل من 180. يعني لو انت عندك البوتاجازك بالتايمر هتحطيه على اقل من 180. يعني لو بوتاجاز بالارقام اقل من 180. لو فرن بوتاجاز. لو ميكروويف بردك اقل من 180. لو فرن بوتاجاز اقل من نص بحاجات بسيطه، لان هو ما بيستحملش. زي الغريبه كده بتطلعيها كانها نيه وهي بتكون مستويه. ما بتحمرش ولا اي حاجه، يا دوبك بس القعر بيبتدي يصفر بس. لكن البيتشفور زيها بردك ويمكن اقل منها. ليه؟ لان سمنته اكتر منها. يعني هي النواعم عاوزه نار هاديه عامه. النواعم كلها. بصي يا غاليه، البيتشفور والغريبه ما بياخدوش سوا، يمكن البسكويت بياخد سوا عنه. لكن دول يا دوبك بيشموا النار بس. طب كده كويس. ودايما يعني ما تبقاش واحده تخينه وواحده رفيعه، ولا واحده لا عشان ما فيش واحده تنشف وواحده تتحرق، لازم يكون كله مقاس واحد قد بعضه. زي الغريبه كده، تحاولي توزني ايدك تبقى كلها قد بعضيها. ايوه زي ما انت عاملاها كده يا نعمه يا غريبه. ده انا بقى نعمه يا غريبه ده للست نعيمه من المغرب حبيبتي، بقول لها يا نعمه يا غريبه يا بنت الناس الطيبه يا ست نعيمه، وتحياتنا لكل اهل المغرب. كل سنه وانتم طيبين ودايما متجمعين، وكل عيد كده يا رب ما تحرمينا مني. يا ست ساميه. الو، ازيك يا ست ساميه؟ الله يسلمك. كل سنه وانت طيبه وليكي الكحك والبسكويت هديه. وانت طيبه. ازاي صحتك؟ الحمد لله الحمد لله. لسه بنقول دلوقتي الكحك والبسكويت بيروح للجيران وللحبايب. احنا كلنا بنحبك والله. تسلمي. والنهارده ام بطه بقى قاعده عامله لنا احلى شويه بيديفور. والله كلنا بنحبك والله. وعندي حاجه كاميليا بتحبك قوي. ربنا يخليكم لبعض يا ست والله حاجه كاميليا بتحبك قوي. النهارده ام بطه هتقول لك شعر على اسمك الحلو بقى. اسمها ايه؟ يخليك. قولي لنا اسمك ايه؟ ست ساميه؟ انا ساميه. اسمها ساميه. انا بحب اسم ساميه قوي عشان اسم ماما ساميه.
هتقول لك بقى شعر بقين حلوين كده ليكي. ماما ساميه زي الفل، ماما ساميه انت احلى من الكل، نورتينا واسعدتينا، فرحتك وطلتك علينا. الله اكبر. شكرا ليك يا اختي، يسلم فمك، احلى كلام احلى كلام، تسلمي تسلمي. احلى كلام هنقوله الليله. طيب انا هقول المقادير تاني، ومبطه قولي مقادير البوديفور تاني عشان احنا خلاص قربنا نختم، عشان اللي عاوزه تعمله ويطلع حلو كده. استاذ هاني شوفي الحاجات الجميله الحلوه دي اللي احنا حاطينها لك على الارض. قولي المقادير بصوتك عشان هو اللي عاوز يعمل البوديفور حلو كده. مقادير البيتشي-فور الكيلو بياخد 7 بيضات، نص سمنه، نص سكر بودره، ورقه فانيليا، ورقه بيكنج باودر. بس طيب. اهم حاجه انك تخدميه كويس زي الغريبه كده، تخدميه كويس، تاخدي عجينه حلوه كده. تمام زي الفل. بالنسبه بقى للغريبه، هنقول الغريبه دلوقتي بعد ما نخلص مقادير البوديفور عشان هنطلع على الفرن على طول لحسن ده زحمه موت كده. الغريبه بتجيبي كيلو دقيق، استنى يا علي، بتجيبي كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه، عليه ربع كيلو سكر، ما تكتريش، اوعي تعدي عن الربع كيلو عشان ما تسيحش، السكر بيسيحها. ربع كيلو سكر، كيلو دقيق، نص كيلو سمنه، ربع كيلو سكر، رشه فانيليا، بياض بيضه لو العجينه ما لمتش معاكي، العجينه لمت يبقى زي الفل. بس كده اهو. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. والتسويه لو هتسوي في الفرن على 150 بتاع الفينو على 150 روحي، هو بيبقى اللي بيسوي عارف هو هيسوي ازاي. لو هتسوي في بيتك وعندك فرن بالارقام خليه على 150، عندك فرن بوتاجاز خلي النار عليه هاديه. لو عندك فرن زي بتاع اللي فوق ده ما تولعيش الجناب خالص، سوي على الشعله اللي من تحت. كل الفران اهي جبتها لك، ادي الغريبه وادي البوديفور، وكل سنه وانتم طيبين وبخير. يلا بقى يا غالية عايزين نغني. يلا يا ولاد شيلوا الصاجات بقى كده، يلا على الفرن، يلا يلا. بس خلاص اوكي. يلا يلا صلاة النبي، يلا كل عيل يشيل صاج، شايليهم يا ام بطه، قوم يلا يا ولاد، ادوني بس الطبله ويردوا عليا. يلا وقفي بقى. يلا ما انا اغني للغريبه بتاعتي. يا ناعمه يا غريبه يا بنت الناس الطيبه، ردوا عليا. يلا قولوا لفوا، يلا ولفوا حواليا كده وقولوا يا ناعمه يا غريبه. قولوا بصوت عالي. خدي الشيني يلا. يا ناعمه يا غريبه يا بنت الناس الطيبه، يا ناعمه دوبي دوبي، يا ناعمه يا غريبه. يلا يا عيال قولوا يا كحك العيد، يا بسكويت، يا اهل رمضان، نور نور، يا كحك العيد، يا شربطات، يا كوبايات، يا عود نعناع، ويا البياع، يا كل سنه وانتم طيبين وبخير، واشوفكم بكره مع عجنه جديده على القاهره والناس، وكل تحياتنا لكل حبايبنا في كل العالم، وكل سنه وانتم طيبين وبخير. حلاوة الأكلة الشعبية بترد الروح ومغذية.